اهلا بيكم في وان تاتش. منتخب مصر بيودع بطولة افريقيا من دور ال16 بعد الهزيمة من منتخب الكونغو بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الاصلي والاضافي بنتيجة 1-1. التعادل الرابع على التوالي، جايب 7 تجوان وداخل فيك 7 تجوان، متعادل 4 ماتشات بدون اي فوز وبدون اي هزيمه. هل يعقل ان يبقى عندك مجموعه اللعيبه دي وخصوصا في الخط الهجومي وتطلع بزيرو انتصارات؟ وبزيرو انتصارات قدام موزمبيق والرأس الاخضر وغانا والكونغو. الكونغو يا مؤمن، قسما بالله العلي العظيم ان فرقه في منتصف جدول الدوري المصري تكسب فرقه الكونغو النهارده. انا بقسم بالله، بس يبقى معاها مدرب فاهم، مدرب يتقال عليه مدرب مش كفتاجي. اقل ما يقال عليك يا فيتوريا كفتاجي. انا نفسي افهم يا جماعه، الناس اللي في اتحاد الكوره لما بييجوا يختاروا مدرب بيختاروه بناء على ايه؟ يعني انت النهارده جيت اخترت فيتوريا، انت جبته وحطيته في المنصب ده ومسكته منتخب بحجم منتخب مصر بناء على ايه؟ فيتوريا قدم ايه يخليه ياخد $200 في الشهر؟ انا مش هبص للناس في رزقها، اركن موضوع الفلوس على جنب، ولو ان الفلوس انت النهارده جايب واحد بتديله بالعمله الصعبه في ظل وقت بلدك محتاجه فيه الدولار. عندنا ازمه في الدولار ومش عايزين نخش في مواضيع جانبيه. انت استغنيت ورميت فكره المدرب الوطني، ومش عايز اشير لاسماء بعينها، الناس كلها عارفه انا بتكلم على مين. رميت فكره المدرب الوطني ورحت جبت مدرب مشكورا، يعني جبت مدرب اجنبي. طيب انت وانت بتجيب مدرب اجنبي جبت الراجل ده بناء على ايه؟ الراجل ده عمل ايه وعنده CV ايه عشان يمسك منتخب بحجم منتخب مصر؟ عشان نشوف النهارده كميه عبث قسما بالله، عبث يا جماعه اللي احنا شفناه النهارده. الراجل عمل تبديله تبين لك فكر الراجل ده ايه. لا فكر. لما انا انزل لعيب اول مره يحط رجله في الملعب في دور ال16 في وقت وفي توقيت زي ده من الماتش، غير جاهز نفسيا، غير جاهز بدنيا، غير مناسب لتوقيت الماتش، وانزله في وقت زي ده واخرج اهم لعيب عندي في خط النص، يبقى ده عبث. يبقى انا راجل كفتاجي، يبقى انا اروح ابيع بليله على اي عربيه بليله. تسحب مروان عطيه وتنزل محمود حماده بناء على ايه؟ يعني انا عايز اقعد مع فيتوريا كده وجها لوجه واقول له يا فيتوريا، مخك كان فين وكنت عايز ايه من تغيير محمود حماده؟ يعني انت سحبت مروان عطيه، الراجل اللعيب الوحيد اللي عندك في النص متزن ما بين ادوار اللعيب رقم 6 وما بين واحد بينقل لك الكره بسرعه. كان عندنا بطء رهيب، بنلعب سلو موشن يا جماعه. يا جماعه احنا نزلنا في اول 5 دقائق ولا اول 10 دقائق في الماتش انا اطمنت، انا قلت احنا هنكسب 3-4. مفيش فرقه، احنا بنلعب فرقه فاضيه، احنا بنلعب فرقه والله العظيم 3. انا ما في لعيب في فرقه الكونغو اخد عيني في الماتش والله. اللهم الا سرعه في لعيب واحد، لعيب نمره 13 اللي كان ناحيه اليمين، سريع لكن مهارات زي الخرا مفيش. فانت بتلعب منتخب، والدليل على كلامي ده الفرصه اللي جت في الدقيقه في اول ربع ساعه لمنتخب الكونغو اللي تقريبا فتحت لهم المجال ودخلتهم في الماتش. الانفراد اللي جه نمره 13 من ناحيه اليمين في الشوط الاولاني اللي عمل فيها سبرنت وقطع على احمد فتوح وراح انفراد بجبل وشاطها في السماء. قاطعين سرعه، بس هو ده اللعيب الوحيد اللي لفت انتباهي ان هو عنده حاجه مختلفه في المنتخب ده. انما قسما بالله منتخب دون المستوى. يخرج النهارده شايل اقل حاجه 3 وانت ناقص منك صلاح وامام والشناوي وباللعيبه دي، وانت ناقص منك اللعيبه دي وتكسب 3. ده لو انت عندك مدرب بيعرف يتعامل مع كل ماتش على حده، لو انت عندك مدرب عنده حلول فنيه وبيعرف يستخدم الاوراق اللي معاه صح وفي التوقيت الصح. الراجل واقف من على الخط بيتفرج على الماتش زينا زيه، مفيش اي ردة فعل. الكونغو نزلت عليك الشوط الثاني ركبت الماتش، خلاص اللعيبه انهكت اتدمرت، استحوذوا على الكوره ومسكوا زمام الامور، وده قاعد بيتفرج لحد الدقيقه 80 بينزل مين بقى؟ محمود حماده، وبيسحب مروان عطيه. انت عايز ايه يا كابتن من التغيير ده؟ انت كنت مستني ايه؟ انت بتسحب اللعيب اللي نوعا ما ممكن ينقل لك الهجمه بسرعه، اللي نوعا ما مفيش لعيب في نص الملعب
مفيش لعيب في نص الملعب عندنا بياخد الكوره ويجري بيها خطوتين، يجري بيها خطوتين في العمق يعمل بيها خلل في دفاع الكونغو او في خط نص الكونغو. مفيش. كل لعيب في النص النني ياخد الكوره يلف، يا يلعبها ورا يا يلعبها بالعرض، مفيش اي فكره، يا اما يلعبها اللي جنبه اللي قدامه. انما انه ياخد الكوره ياخد خطوتين ينقل المنتخب لقدام، ما عندناش. هو امام عاشور وربنا يشفيك يا امان. وده يرجع في الاخر لاختيارات المدرب بالبدايه. ما انت لما يكون عندك من بدايه البطوله بقى، نرجع ورا بقى في الاختيارات، لما يكون عندك في كل مركز تقريبا في لعيب او 2 لعيب ما انضموش للمنتخب في الاختيارات، ما كانش في عدل في الاختيارات من البدايه. فما بني على باطل فلازم يبقى باطل. لعبت بتاع 6-7 ماتشات وديه وانت بتلعب زيزو 8. ليه؟ عشان زيزو راجل بيعرف يقف على الكوره. زيزو راجل رتمه بالكوره، التسارع عنده بالكوره سريع، بيعمل الدريبلينج كويس، بيقدر ينقل لك الهجمه بسرعه، بيشوط، عنده حلول. لعبته 5-6 ماتشات ولا اكتر وديه نمره 8. جيت في البطوله ماشي، عندك صلاح خرج من الحسابات واتصاب وما عندكش حد في الحته دي. هو يعني ما ينفعش في ماتش النهارده ان انا ادخل زيزو في نص الملعب عشان انا ما عنديش حد ينقل الهجمه، ما عنديش حد يلعب في العمق. اسيب مروان واسيب حمدي؟ يا عم اسيب مروان واسيب النني عشان حمدي كان عنده انذار، واخرج حمدي وهدخل زيزو في نص الملعب والعب مصطفى فتحي. باين لعين الشمس ان احنا ما عندناش خط نص، باين لعين الشمس ان احنا مش عارفين نلاقي حلول. كل كوره تيجي لحجازي يلعب الطويله، كل كوره تيجي لعبد المنعم يلعب الطويله، مفيش نص. اللعيبه في النص كلها رتمها بطيء، كلها ما عندهاش حلول، كلها ما بتاخدش الكوره وتمشي بيها خطوتين في العمق تعمل اي عمليه لفتح لخلق اللعب. انا من واحد قاعد ما شفتش منك اي محاوله ان انت تحاول تغير وتشوف العيوب اللي عندنا وتصلحها، بل انت عملت كوارث. الراجل محمود حماده فجاه كان قاعد على الدكه 3-4 ماتشات وفجاه لقى نفسه قدامه الجول في ال6 يارده والكره قدامه. يعني لقطه قسما بالله جابت لنا الضغط والسكر كلنا، اللي هو يعني استنى كده يمكن بقعش. كان فاصل كوميدي بحت. وخد بالك الضحك هنا ما كانش على محمود حماده بعينه، الضحك هنا كان على فيتوريا. الضحك والوكسه هنا كانت على فيتوريا. واحد يقول لي يا عم هو انت محروق دمك ليه؟ انت ليه محروق دمك وشايط كده؟ احنا ما نستحقش. والله العظيم احنا ما نستحقش. بس انا محروق دمي لان احنا كنا نقدر لو معانا مدرب نوعا ما عنده فكر كنا نقدر نوصل لابعد من كده. مش هقول لك يا عم كنا ناخد البطوله، مش هقول لك ان انت عندك خط هجوم من افضل اللعيبه في اوروبا دلوقتي في انديته، مش هقول لك الكلام ده. مش هقول لك انك عندك خط دفاع على الورق يا سيدي لعيبه كويسه جدا في انديتها ومأديه اداء محترم قبل البطوله. حتى احمد حجازي المصاب اللي بالمناسبه كان عندك لعيب تاني اسمه ياسر ابراهيم عايش احلى فتراته مع النادي الاهلي، ومع ذلك رميته بره السكور، مش بره الدكه، بره السكور. ما تتكلم عن حراسه المرمى بقى. فانا بصراحه الموقف شارح نفسه، الواحد مش يعني ايه، ما عندوش اللي يضيفه. انت جيت يا عم فيتوريا باختياراتك اخترت 4 حراس يعني منهم واحد لا خلاف عليه. تعالى لي في ال3 الباقيين بقى. ما هو لازم الشكل والنتيجه في الاخر تبقى كده يا جماعه، ما هو لازم الشكل والنتيجه تبقى كده. عندك محمد بسام وعندك جنش وعندك محمد عواد. اركن يا عم محمد عواد اللي هو الحارس الاساسي اصلا في نادي الزمالك، اللي انت سايب الحارس الاساسي وجبت محمد صبحي اللي كان عامل مشكله مع ناديه وكان تقريبا عقده بيتفسخ مع ناديه قبل البطوله وجبته باي عقل. يعني انا عايز اعرف باي عقل وباي فنيات وباي منطق محمد صبحي اتاخد عبث؟ قسما بالله العلي العظيم عبث، ونتيجته لازم تكون كده. الراجل محمد بسام متألق بشكل ملفت، الراجل جنش متألق بشكل ملفت، اتهدر حقهم، فكان لازم تكون دي النتيجه. مش هتكلم عن انا مش جاي اتكلم عن اداء بحد بعينه، انا مش جاي النهارده اتكلم عن اللعيبه واخد واحد واقطع فيه، انا هتكلم عن فيتوريا بس كفايه، وهتكلم عن الناس اللي جابته كفايه. كلام لاتحاد الكوره خرفنا كتير وهبدنا كتير وعملنا اللي احنا عايزينه كتير. امشوا بقى على كلام الناس، امشوا بقى مع المدرب الوطني اللي بالمناسبه 3/4 انجازاتك اللي اتحققت مع منتخب مصر كانت بمدرب وطني، ما كانتش بمدرب اجنبي. دايما لما بيكون عندك مدرب وطني حتى لو فنياته 60-70%، مش هقول لك 100% ولا 80% ولا 90%،
60 50% هيبقى افضل من المدرب الاجنبي، لانه عارف اللعيبه اللي جايه، لغه التواصل بينه وبين اللعيبه احسن، هيقدر ينمي عندهم حافز الدافع اكتر والوطنيه. واحد زي حسام حسن ما يمسكش المنتخب ليه؟ نفسي افهم حسام حسن ناقصه ايه ان هو ما يمسكش المنتخب لحد دلوقتي. فهمت حسام حسن بيتكلم وما بيسكتش عن الحق وبيفضح، لا مش عايزينه، ده وحش وحش وحش. حسام حسن مطلب جماهيري دلوقتي، الراجل اللي انا وانت وكلنا عارفين ان هو هيعدل الميله. على الاقل هنشوف لعيبه في الملعب عارفه قيمه منتخب مصر، هنشوف لعيبه دمها حامي، والراجل تاريخه في التدريب مش وحش. الراجل عامل انجازات مع منتخب الاردن، الراجل عامل انجازات في الدوري المصري مع الفرق اللي دربها. ويا سيدي ناهيك عن حسام حسن، بتروح تدفع بالملايين ودولارات لناس جايه من بره، انت ما انتش عارف او احنا ما احناش عارفين انت جبتهم بناء على ايه او ليه او عشان ايه. يا ريتك بتجيب حد اسم او حد معروف. وبالمناسبه احنا بنعتذر لك يا عم كروش، احنا اسفين يا عم كوبر، احنا كنا جهله ما كناش عارفين ان انت راجل صاحب فكر وهويه، حتى لو الهويه دي ما كانتش على كيفنا، حتى لو الهويه دي كانت دفاعيه وما بتعكسش شخصيه منتخب مصر او الكوره اللي احنا عايزين منتخب مصر يقدمها. بس بجد يا جماعه انت وصلت لحاله مزريه النهارده، والمصيبه ان انت عندك لعيبه مش ما عندكش. تتعادل مع موزمبيق والراس الاخضر في اخر الدقايق وبالعافيه، وتخرج من الكونغو بعد تعادل برضه. منتخب رد الفعل، منتخب رد الفعل مش الفعل. مستني يجي فيك الجون عشان تلعب ويجي لك ضربه جزاء، يجي لك كره عبثيه تجيب بيها جون. عمر ده ما كان منتخب مصر. ومع كل وقت وعلى كل مدى للاسف بنتاكد ان احنا كان عندنا جيل تاريخي وحقبه تاريخيه مش هتتكرر بسهوله. من 2006 لحد 2010 لازم اقف واحيي الجيل ده، وحي الكابتن حسن شحاته، وحي كل مسؤول كان موجود في الحقبه الناجحه دي. اولا واخيرا هنفضل نشجع منتخب مصر، هنفضل نحب المنتخب ده ونشجعه ونمشي وراه مهما حصل، بس احنا مش كل مره يتحرق دمنا على الفاضي. الفضايح اللي حصلت لمنتخب مصر دي مش هينه، هيبه المنتخب راحت في القاره. ولو هحمل حد المسؤوليه ف100% هحمل اتحاد الكوره من اول فرد لحد اخر فرد. انا الاوان ان الناس دي تتحاسب، انا الاوان ان احنا ما نعديش واللي هو على قد اقاله الراجل. هي كده اقاله الراجل ده مش هيكمل، كده الراجل ده مش هيكمل، بس لازم اللي كان مسؤول ان الراجل ده يجي ويتقاضى المبالغ دي يتقعد معاه ويتحاسب. انت جبت الراجل ده ليه وبناء على ايه؟ اتحرق دمنا، ومتهيألي مش محتاج ان انا اخوض في فنيات اكتر من كده. الماتش اصلا يعني هو واحد من اسوأ الماتشات في البطوله، ماتش ممل على كل الاصعده. فالواحد مش مستاهل ان هو يتكلم فني، ومش قادر بصراحه ان هو يتكلم فني عن العبث اللي احنا شفناه النهارده ده. اتمنى ان يبقى في محاسبه عن كل اللي بيحصل ده، واتمنى ان اشوف حسام حسن ماسك المنتخب ده ومجموعه اللعيبه دي. وكفايانا عبث بقى، وكفايانا عبث. سلام عليكم.